التركيز احيانا المدافعين في ريال مدريد بيفقدوا التركيز لمده 3 4 دقائق. خلال الثلاث 4 دقائق على طول يدفعوا فاتوره الاربع دقائق اللي فيها. انما المجمل ما يستحقش، انا زي ما بقول ما يستحقش الخساره، انما ما يستحقش التعادل، يستحق افضل من التعادل. لو كان في نتيجه افضل من التعادل كان ممكن تبقى المكسب. انما المشكل ادار المباراه وتغييراته سيئه نوعا ما، قرايته المباراه في الشوط مدريد. كابتن، لماذا تعادل ريال مدريد؟ والله خلينا نكون منصفين، التغييرات لعبت دور كبير. نعم، تغييرات الريال لعبت دور كبير في تعادل الريال. كيف تغييرات مضطرة؟ لأن أنت فايز 1-0، إيسكو ما يدخل إلا مكان مهاجم، ما يدخلش مكان وسط الميدان. نعم، لأنه لا يدافع. جاريث بيل صح؟ وقتاش تدخلوا مكان وسط الميدان لما تكون منهزم؟ أنت فايز 1-0، ضعفت وسط الميدان، خرج كروز ندخل كوفازيتش. نعم. تحب تدخل إيسكو، دخلوا يا مكان كريستيانو رونالدو أو بيل. نعم. ما تدخلش إيسكو مكان كروز لأنه ضعف وسط الميدان. انما انا بقول التغيير اللي عمل نقطه محور وتغيير في المباراه هو تغيير توني كروز. لان بتغييره ادى زيدان نص الملعب لاتلتيكو. نص الملعب بدخول اتلتيكو بدخول توماس بارتي ادى قوه، وفي نفس الوقت دخول كوريا مصاب كابتن. دخول كوريا. نعم، كروس يبدو مصاب لان الاصطدام كان بينه وبين بيبي، بس كان عادي ممكن يكمل. كان ممكن يكمل لو افضل مما حصل يعني. طبعا سلم نص الملعب لاتلتيكو مدريد. محمد دخل كوفازيتش. كوفازيتش موجود. كوفازيتش لا يقوم بأي دور، قوه بدنيه واستحواذ اكثر، بيعطيك توازن في الوسط. طبعا مستوى الفريق شاهدنا اكثر عكس ريال مدريد استحواذ على الكره، ضعف الوسط. شاهدنا اكثر. لو يعيد لنا الهدف تنشاهدوا يلعبوا براحه كبيره. في الشوط الاول ما لقاوش الراحه هذه، في الشوط الثاني 15 دقيقه الاخيره بعد خروج كروز وادخال ايسكو، لانك انت لما دخلت ايسكو كانك دخلت مهاجم رابع وضعفت وسط الميدان. لان كان مودريتش واللاعب كروز وكازيميرو. ايسكو لما دخلت ايسكو ضعفت وسط الميدان من الناحيه الدفاعيه. واعتقد ان زيدان ساهم، ليس زيدان اخطا من تغييرات زيدان، لكن ساهم في معناتها ضعف وسط الميدان بخروج كروز وادخال ايسكو.